انا لازم اعرف انا بيني وبين تركيا ايه. بيننا وبين الاتراك حضرتك علاقة تجارية سنويا في حدود ال6 مليار دولار. مصر بتستورد ب5.5 وبتصدر بنص. نشوف بقى اللي بنستورده ب5.5 ايه. حاجات كتيرة، من ضمنهم اكبر 4 حاجات موجودة: السلع الغذائية، السلع النسيجية اللي هو غزل ونسيج وتيشيرتات وملابس وكلام من دول، صناعة الاساس، عدد والات ومعدات وقطع غيار. تمام. ودلوقتي بنستورد غسالات كله صناعات هندسيه كلها. تمام. ال4 حاجات دولت مصر بالاضافه الى 1. 2 مصر سنويا الناس اللي بتطلع من مصر لدوله تركيا علشان السياحه وعشان العلاج وعلشان شراء واستيراد الحاجات دي بيتم انفاق ما بين 1.5 ل2 مليار دولار. ده بخلاف ال5 اللي انا بجيب بيهم السلع عشان نروح نزور تركيا ونتفرج على مهند تركيا بالظبط، ونشوف ايه ونتفسح ونتعالج وكلام من دوت، ونعمل بشره ونشوف مهند ونشوف نوره واسمها ايه دي الثانيه دي والجو كله، وفاطمه وماريكا والكلام ده. السؤال بقى هنا، انا النهارده هستفيد ايه وتركيا هتخسر ايه؟ او انا هخسر ايه وتركيا هتستفيد ايه؟ انا تركيا كانت بتيجي داخل جمهوريه مصر العربيه زي ما قلت لحضرتك، انا هستفيد السلع الغذائيه. مفروض الشعب مع المستوردين بيقف مع الحكومه بتاعته او بيقف ضمن اطار الحكومه بتاعته. الحكومه ما قالتش ما تستوردش، بس الصح ان المستوردين يقفوا مع دول. دي فرصه بقى هنا لمحافظه دمياط بالكامل للاساس بتاعها يرجع العرش لدمياط تاني، بدل ما الورش هناك واقفه. والاساس التركي اللي كان بيجيبه علشان الاخوان المسلمين لما سافروا في الرحله مع تركيا وعلى راسهم حسن مالك وقع الاتفاقيات كده هناك. لما جه اردوغان هنا جاب معاه 200 رجل اعمال لو تتذكر حضرتك، وقالوا احنا وقعنا اتفاقيات. الاتفاقيات اللي تم توقيعها مع تركيا كلها اتفاقيات وكالات، لم يكن هناك مصنع واحد ليتم اقامته داخل جمهوريه مصر العربيه.